تعالوا بقى النهاردة نعمل مع بعض كده طبق بابا غنوج تحفة بجد، هيعجبكم جدا وصحي ومفيد ولذيذ كل حاجة يعني. بصوا انا هنا جبت 3 بتنجانات كانوا تريو كده عندي. عايزة بقى تدخليهم الاير فراير، تعمليهم على البوتاجاز، تدخليهم الفرن براحتك. اهم حاجة تغرزيهم كده بالسكينة، يعني سكينة بوز رفيع كده، نديهم ايه تغريزتين 3 كده عشان ايه يتشووا معانا بسرعة يعني. انا هنا حطيتهم في الاير فراير، ولما تريوا بقى كده بصوا هو تريوا خالص. هحطهم بقى في كيس وهربطه. الكيس ده هيساعدنا يعني في ثانية الا ثانية هنكون مقشرين البتنجان. الحركة بتاعت الكيس دي بتخليه يتقشر معاكي بمنتهى السهولة. هوريكم دلوقتي. بصوا انا خدت كل بتنجانية كده حطيتها في كيس وهربطه بقى واسيبه ايه 5 دقايق كده عقبال ما نحضر الحاجة يهدى شوية، هيتقشر معانا بمنتهى السهولة يعني. مش اكتر من 5 دقايق يعني. مش هناخد بقى معلقتين طحينة كبار ومعلقة توم وملح وفلفل وكمون وكوباية زبادي. بس مش عايزين اكتر من كده. بصوا ما يعني اقل من 5 دقايق كده فتحت عليه هيتقشر معانا بقى بمنتهى السهولة. بصوا في ثانية. حركة الكيس بقى دي بتساعدك جدا ان هو يتقشر معاكي وما بيبقاش ما بيهدرش بقى منه ولا بيلسع قوي، فاهمة خالص، ولا بيطلع دخان ولا حاجة. هنقشره كده بقى بمنتهى السهولة. بصوا ونقطعه بقى ونحطه في الكبة. انت عايزة تهرسيه بالشوكة براحتك، بس ايه يعني انا لما هضربه في الكبة كده مش هفرمه جامد. بصوا هقطعه كده على 3 4 وايه واحطه في الكبة. بجد تحفة يعني، طبق صحي ومشبع وجميل يعني، هيعجبكم جدا. ممكن في يعني الناس بتاخده سلطة، لا انا باخده طبق رئيسي كده، بحب طعم البتنجان المشوي جدا. بس هنحط بقى عليه ايه نص معلقة كمون، نص معلقة فلفل، نص معلقة ملح، ومعلقتين كبار طحينة، وانا حطيت كوباية زبادي. عايزة تحطي ليمون وخل حطي، بس انا لا ما حطيتش، هو كان طعمه تحفة يعني. انت عايزة تزودي ليمون وخل براحتك. وعلى الوش كده حطيت زيت زيتون. وبس كده حبايبي، خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى تجربوه يعجبكم.